كل عام وأنتم بخير. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم والأمة العربية والإسلامية جميعا. كل سنة وانتم طيبين. ايه العيد فرحة حابب أتكلم عن الترند الكوميدي هروب العقول وقت الذبح. للأسف أغلبنا بيهق ويمق عليه وهتك يا ضحك. هروب العجل أو الخروف أو البقر أو الأضحية بوجه عام مش غباء أو عبط من الحيوان، دي رسالة موجهة للإنسان، معناها انتم متوترين وموتريني معاكم. تعالوا نفك شفرة هروب العجول. يلا بينا. علم سلوك الحيوان بيسمي الهروب ده استجابة القر والفر، فايت اور فلايت ريسبونس. العجول والبقر حتى الخرفان كائنات فريسة، جهازها العصبي مبرمج على سوفت وير واحد، اهرب عشان تعيش. وفي عيد الأضحى بتتجمع كل أسباب الرعب والفزع عند الحيوان اللي بترفع نسبة الكورتيزول 300%، وده هرمون التوتر والفزع والإحساس بالخطر، مقابل انخفاض هرمون الهدوء والطمأنينة الأكسيتوسين، وده بيحصل نتيجة 3 عوامل أو محفزات. رقم 1، الضوضاء غير المألوفة أو المعتادة للحيوان، زي صوت التكبيرات المرتفع حوالين الحيوان وسن السكاكين والتلويح بيها وهزار الأطفال اللي بيوصل لضرب الأضحية وشد ذيلها وجرها بعنف وعمل ترند بأنه سيطر عليها. رقم 2، حساسية البقر والعجول للروائح، ريحة الدم بتفرز هرمونات إنذار من الحيوانات المذبوحة بيشمها العجول أو البقر الحي كإنذار وبيفعل حالة طوارئ بيولوجية. رقم 3، الزحمة والقيد وربط العجل وتكتيفه والجر بعنف، والبقر بيحتاج مسافة اسمها مسافة هروب فلايت زون عشان يحس بالأمان والطمأنينة، ولما نضيق عليه المسافة دي إحساس الأمان بينهار عنده وبيفعل سيستم اهرب عشان تعيش، فبيختار الهروب كحل وحيد للبقاء. واستجابة الحيوان للهروب مش معناه إدراك للموت زي إدراكنا كبشر، لكنه برمجة عصبية عمرها ملايين السنين، إنه أي مثير غير طبيعي بيساوي خطر، والخطر بيساوي الهروب. وإذا كنا بنحرص على تربية الأضحية سنة كاملة ونأكلها ونشربها ونشيل فضلاتها، أو نيجي ليلة العيد نشتريها جاهزة وندفع فيها فلوسنا وشقانا مقابل مرضات ربنا عز وجل، فمن باب أولى إننا نلتزم بآداب الشرع في التعامل مع الأضحية عشان نقلل هيجانها واستفزازها، وده يعتبر جزء من ثواب الأضحية. والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التعذيب النفسي للحيوان في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ والإيذاء النفسي للحيوان مش بس في الذبح، لكنه في إطعامها وسقيها وتعاملاتنا معها بوجه عام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا في الحديث الشريف: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وفي حديث آخر: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان مع الحيوان، وإننا نبتعد عن كل مسببات الفزع والخوف، وإننا نسحبه بلطف ونقدم الطعام والشراب ونغطي عينيه، وده بيقلل الفزع والخوف عند الحيوان وهيجانه. تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم. كل عام وأنتم بخير.